اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة وهي ليلة عظيمة وليلة مباركة، ليلة الجمعة. وكما ذكر السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى في كتابه جمال الأسبوع صلاة، هذه الصلاة فضلها عظيم وعظيم وعظيم. هكذا يقول رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: من صلاها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفران الذنوب، يرجع صفحة بيضة ما عنده أي ذنب ويستأنف العمل كأنما يوم ولدته أمه، وكأنما قرأ القرآن 12 ألف مرة. قد عظيم هذا الأجر، 12 ألف مرة. ورفع الله عنه الجوع والعطش يوم القيامة. بعد يا رسول الله: وفرج الله عنه كل حزن وهم، وعصمه من إبليس وجنوده، ولم يكتب له خطيئة، ورفع الله عنه عذاب القبر، واستجاب دعاءه، وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا. قد أجر عظيم. كل فقرة تحتاج أن إنسان يبذل ما في وسعه من أجل أن يوصل إلى هذا الأجر العظيم. 12 ألف مرة ختمة قرآن ولم تكتب له خطيئة، رفع الله عنه عذاب القبر. كل هذه الأمور في هذه الصلاة، وهذا وقتها ابتداء من المغرب إلى ما قبل طلوع الفجر. وتصلى بهذه النية: نويت أصلي صلاة ليلة الجمعة قرب إلى الله تعالى. الصلاة أخوتي أخواتي ركعتين، في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة والتوحيد 50 مرة. هذه الصلاة ما تستغرق ربع ساعة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.